خلينا نتكلم عن الرعب شويه قبل ما ندخل في تفاصيل الفيلم. الرعب موضه يعني كل سنه وفي حاجات الناس بتخاف منها. يعني مثلا عندك من 2019 ل 2020 الناس كانت خايفه من الكورونا، لحد ما يطلع يوتيوبر يقول لهم معلش يا جدعان دي مؤامره، دي حاجه اسمها مؤامره وفي حاجه اسمها ماسونيه، شغلوا دماغكم شويه. الناس خلاص مش خايفه من الكورونا بعد كده. وفي 2022 كلنا كنا خايفين من الذكاء الاصطناعي ان هو يحتل العالم بقى ويقتلنا كلنا، بس طلع لنا واحد من دهشور جه ضحك على الذكاء الاصطناعي وخد منه معلومات المفروض ما ياخدهاش، زي مثلا نسخه ويندوز اوريجينال. في 2023 كلنا كنا خايفين ان زياد زوزو ينزل تراك جديد. هنرجع بقى بالزمن شويه ل 2007، الوقت اللي اتعمل فيه الفيلم ده. واضح ان الناس فعلا كانت بتخاف من اي حاجه في الوقت ده. يعني انا فاكر ان الكوكب كله كان خايف من بنت سخطة قرد. انا بصراحه كنت بخاف معاهم، مش عامل نفسي سندال، انا فعلا كنت بخاف. انا كنت بخاف لدرجه ان انا ممكن ما انامش لمده ايام عادي، مش مشكله، بس ما تغفلنيش وانا نايم. مش عارف ايه اللي يخلي شعب كامل يخاف من بنت اتحولت لحيوان زاحف. الكلام ده لو كان بره كان زمان مارفل ماضيه سلسله افلام معاه، والمشكله ان الناس كانت بتقول انها اتحولت للكائن دوت عشان شغلت اغاني في وقت الاذان. بس الكلام ده لو حقيقي كان زمان نتنياهو دخل الاسلام. اصل مين في الكوكب عايز يتحول لحيوان زاحف؟ وطبعا انا جاي النهارده عشان اقول لكم الحقيقه بتاعت الصوره دي، وهي ان البنت دي اتقتلت في سكن الجامعه بتاعها مش اكتر، اقل يوم في الهند. مع ان قناه لولو 7 بتاكد لك ان هي رمت المصحف وتحولت لحيوان زاحف، بس الحيوان الزاحف اللي في الصوره دوت هو تمثال لفنانه استراليه من اللي هم المجانين دول اللي بيقعدوا يعملوا حاجات عبيطه ويقول لك دي تقدر بمليارات المليارات. انا مش فاهم ايه السمين في تمثال شكله عامل كده. اظن لو قناه لولو 7 عرفت باقي التماثيل دي كانت عملت سلسله كامله بقى، اللي هو الواد اللي قال فشخ على النت واتسخط قرد، البنت اللي عملت فولو لسبيك اب واتسخطت قرده، الواد اللي حمل ريدت واتسخط مومس. كانت هتاكل احلى عيش، بس هو غالبا الريسيرش بتاعهم وقف لغايه التمثال ده. في حاجه كانت مشهوره برضو زمان، السجاده اللي كانت بتصلي على الفيديو، واقعي فشخ معلش يعني. بص واقعي، ده فيديو واقعي فشخ، انا لغايه النهارده ممكن اخاف منه عادي. معلش الموضوع مرعب. ما تقوليش يا سندل لما تفوت الصلاه وتدخل الاوضه تلاقي السجاده في الركعه الثانيه، انسى انسى، انا هخاف فشخ. وبرضو كان في فيديو القطه اللي بتصلي، هو ما كانش يعني ما كانش مرعب شويه، او اعتقد ان انا بس اللي عارف الفيديو دوت، بس كان مرعب. انا متفاهم ان الحاجات دي الاهالي كانوا بيعملوها عشان يخلوا اولادهم يحافظوا على الصلاه ويلتزموا بيها، والموضوع فعلا نجح انه يدمر لي حياتي. انا لغايه النهارده ما بعرفش انام، خايف الاقي البنت اللي اتسخطت قرد داخله لي الاوضه. هنا الموضوع مرعب فشخ يا جدعان، والله بجد. انا ما كنتش بعرف انام لغايه من كام يوم كده، لما عرفت ان انا لو نشرت الدعاء دوت مش اي عفريت هيلمسني بالليل وانا نايم. بعت له ل 30 واحد وخلاص بقيت انام زي الفل. المهم ان دي كانت حاجات بتلعب الناس في الوقت ده. يعني حرفيا لو يعني بص انا هعمل لك جامب سكير دلوقتي، حرفيا الجامب سكير اللي انا لسه عاملها لك دلوقتي كانت ممكن تعيشهم اسبوع من غير نوم في 2007. فالموضوع كان سهل ان انت تخوف الناس في الوقت ده. ازاي بقى تعمل فيلم وتصرف عليه ملايين وتصور في الصحراء وتجيب شباب وتقعد تخلص فيهم واحد ورا التاني، وفي الاخر الفيلم يبقى كوميدي اكتر ما هو فيلم رعب بس تتفرج عليه عشان تضحك بس؟ فاحنا نخش الفيلم ونشوف ايه السبب اللي خلى الفيلم ده كوميدي بدل ما هو فيلم رعب. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my seat. IP ownership, the blueprint is by me. Mr. Get off, I get off at my feet. الفيلم بيبدأ بحفلة من حفلات الشباب الأغنياء في 2007. يعني حفلة مملة فشخ، تحسها افتتاح مطعم سي فود. فين المدمنين اللي بيكونوا مرميين في كل جنب؟ فين الأكل؟ فين المخدرات؟ فين الباد بيتشز؟ وبعد الانترو الغريبة دي المخرج بيعرفنا على وائل، الفتى اللعوب في الفيلم، اللي هو هيمسك كل واحدة في الفيلم حرفيا هيدشمل رحمها. هنا بقى بيحاول بكل الطرق ان هو يتجوز شيرين في الحرام طبعا بس هي بتقول له لا. وبعدين بيقدمنا للشخصيه الثالثه في الفيلم، وهي نانسي اللي بترقص مع شاب. اعتقد بعد ما خلصت الفيلم هو ملوش اي دور، بس هي بس مخليه الشاب التاني ده اللي هو اسمه ياسر واقف من بعيد متضايق فشخ. فبيخش ياسر زي اي راجل في الدنيا يشدها من شعرها ويخرج هو مبقاش عارف يقول لها ايه. بيلاقيها بتولع سيجاره فبيقول لها على فكره السجاير مضره للصحه، كنت تعرف ان كل سيجاره بتشربيها بتقلل من عمرك ساعه؟ الظاهر كده ان هو اخره فاضي الصراحه. يعني انا حاسس ان هو كده بيطلع على ما فيش هو ليه هنا بيتكلم زي جي تي ايه يا جدعان والحفله بتخلص اول ما البنت دي بتدخل الحفله، بس بتعدي مده زمنيه هو في حاجه حصلت المفروض احنا نفهمها في اخر الفيلم يعني، بس هو المخرج عايز بقى ايه يعمل نفسه بيشدك في اجواء الفيلم وبتاع. بعد ما بتعدي المده الزمنيه دي بندخل على المدافن اللي انا مش عارف هي موجوده فين في مصر. يا جدعان لو في فعلا مدافن بالمنظر ده في مصر انا هدفن نفسي هناك، ان انا عايز اتدفن في المكان ده. مكان فيه زرع، اكيد ما فيش حد بيحط اعمال هناك، ما فيش قطط ميته، ما فيش اي حاجه، هو مكان نظيف، جنينه حواليها شجر فيها شويه التوابيت بس على كده. طبعا هم وصلوا المدافن دي بعد ما كانوا مسافرين وماشيين في الطريق، ولقوا المدافن بتاعت صاحب الشاب ده بالصدفه في الطريق. هي غلطتي، انا نسيت ان شكلي مدفونه هنا.
يا ريتني سافرتكم من طريق تاني. انا بصراحه الموقف ده بيتكرر معايا دايما، ان انا اكون مسافر القاهره جمصه وانا رايح اصيف، وبعدي بلاقي المدافن، بعدها بنكمل طريقنا لجمصه يعني. فبيكملوا طريقهم وبيوصلوا المكان ده يعني من قبل ما الفيلم يبدا، ونعرف يعني خلاص المكان واضح عليه ان هو مكان يا اما ساكن فيه جن، يا اما ساكن فيه سفاح، يا اما ساكن فيه محمد عبد العاطي. المكان ده ما بيهديش الاعصاب، ده بيهيج الاعصاب. ايه بيهيج الاعصاب. بس ده منظر مكان الشباب بتخرج فيه في 2007 يعني، بجد ده مكان الشباب كانت ممكن تخرج فيه في 2007. انا اعتقد ان كان في سيتي ستارز في 2007 عادي يعني ممكن يخرجوا فيها، او كايرو فيست على ما اعتقد يعني. كنت ساعتها عندي سنه فما اعرفش. المهم ان هم بيدخلوا المكان بيلاقوا الاستاذ المحترم لطفي لبيب البيه راجل الكباره بيطرطر في ازازه. بعيدا عن لطفي لبيب، هو ازاي المكان ده فيه ناس؟ زي مكان موجود في الصحراء كله طوب يبقى فيه ناس؟ مش اي ناس، ده لطفي لبيب ومعاه ازازه بيطرطر فيها. لغايه هنا احنا خلاص، انا لغايه هنا اترعبت الصراحه. انا اشتري الفيلم. طبعا بتدخل عليهم الباد بيتش الست عاليه اللي مع احداث الفيلم هنعرف انها مرات الاستاذ لطفي لبيب. اظن واضح ان هي ماده خام للزنا طول الفيلم، لانها متجوزه راجل كبير موجوده في مكان بيهيج الاعصاب. 99% الفتى اللعوب هيعمل معاه. طبعا الفراش بياخدهم يوديهم كل واحد لاوضته، بس قبل ما يدخلهم الاوض بيقول لهم ان الاوضه دي اتقتل فيها حد قبل كده، وبيدخلوا يكملوا نوم عادي ولا اكن في حاجه اتقالت لهم. يعني لو رايح مكان ولقيت حد اتقتل في المكان ده، بعيدا بقى ان انا اخاف او هجري او هبقى مش مستريح للمكان، انا مش هخش انام مكانه على الاقل عشان ما يبقاش روح واقفه قدامي مبدونه ان انا بستخدم حاجته قبل ما يموت. دي اخر حاجه دفع فيها فلوس في حياته وما لحقش يستخدمها. بيبتدي يظهر كل واحد فيهم للتاني وهم لسه بيقسموا الاوض. يا جدعان والنبي ما تخنقوني، انا ما ينفعش اقعد مع ده. ولا انا ينفع، واشمعنى انا اللي اخترت ما اقعد معاه؟ وانتوا عارفين ان مفيش عمار ما بيني وما بين وائل. يعني مش هتبان لما يصاحبوا صحبات بعض في الفيلم او مين هيسماش عليا الاول، لا، ما بيبتدوا يقسموا الاوض. طبعا الولد اللعوب بياخد المبادره عشان يسماش علياء، وبيبتدي يجرب حركات الشاط اللي اتعلمها من منتديات جوجل 2007، فعلا بتنجح. مش عارف ازاي بيقعدوا يلعبوا اللعبه دي، اللي هو المخرج بيحاول يحسسك ان هم لسه اطفال يعني، اللي هو انت بقى من ناحيتك بقى تتعاطف معاهم وبتاع. وبيجي الشاب ده يتكلم مع البنت اللي هو عاوز يتجوزها، وهي بتقول له لا هستأذنك، اصل انا بابا وماما مطلعين، معلش احنا نزني على طول. طبعا بيتصدم صدمه كبيره. ده غبي الصراحه يعني، ما خدش بالك من اول فيلم ان هي كانت بترقص مع شاب ملوش اي دور في الفيلم، فاهمني؟ واضح قوي ان هي بتستحمى وهي عريانه يعني. بعد كده بيقعدوا يتغدوا على الترابيزه الغريبه دي لحد ما اروش شاب في مصر في 2007 قرر يستعرض مهاراته في الروشنه قدام البنات، انه ينزل من السما لابس ماسك وحاطط في بقه سجاره. دي اكنك لابس اوفر سايز عامل مولت، دي وقتها كده. استاذ عليا اعملي نفسك مخضوضه عشان تنتهز الفرصه وتغير له هدومه. تعالى معايا الحمام، الميه هتهدي سخونة الشرب. يلا استنى انت. اظن واضح عليك قوي علامات ضعف الشخصيه يعني، انت مش محتاج تتكلم حتى في الحقيقه الصراحه. بيقعد الشاب ده مع استاذ لطفي لبيب وهو بيقطع التفاحه بالطريقه الغريبه دي، بيحكي له عن الراجل اللي اتقتل في المكان ده من زمان، فبيبتدي يقلق بقى، بس ان هو مش جايبهم هنا عشان يخلص عليهم. ناس اتقتلت، استغفر الله العظيم يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. هو السفاح اصلا يعني، هو في الاخر ده اللي هيطلع السفاح. بيكملوا احتفالهم الغريب فشخ ده، والفراش جوه فشخ حاجتهم سرقه حرفيا، من كتر ما كان واخد راحته كان ممكن يعرض الحاجات على اولكس وهو واقف ساعتها، لحد ما يبتدوا يهزروا مع بعض هزار عبيط. كلهم بيجروا طالعين البيت، فلاقوا الفراش نازل بالكيس الاسود اللي فيه كل مستلزماتهم. هو برده ذكي، قال لهم حاجه اهم من المستلزمات اللي معاهم دلوقتي، وبيقول لهم صاحبتكم فوق مع الفتى اللعوب. فضول بيقتلهم كلهم حتى الطفله اللي معاهم، يعني مش عارف ازاي طفل في السن ده كلهم صف واحد كده داخلين على الراجل الاوضه بيخدوه ويقلوا من راحته، فرد فعله بيكون منطقي الصراحه. هو حصل ايه عشان يعمل كل ده يعني؟ ومن هنا بقى بتبدا المشاكل. المعلم ده بيقعد يجعجع ومحدش شايفه فعل، يطلع على الفاضي، يقعد يقول لك هقتله ومش عارف ايه. ما تقتله يا ابني، حد منعك؟ بعد كده بيخشوا يناموا كلهم عادي ولا كأن اي حاجه حصلت من شويه. انا عاجبني فشخ تبسيطه من الامور يعني. واحد اتقتل هنا ازاي ده بقى؟ واحد الفتى اللعوب نايم مع صاحبتهم فوق، عيب يا اسطى. مكان في الصحراء فيه 4 اشخاص بس، ده بيهيج الاعصاب. تبسيطه بالامور يعني حرفيا. ما اعتقدش في بني ادم في الكوكب كده يعني. تقعد البنت الصغيره واختها بتتكلم معاها انها عاوزه تسيب المدعره دي وتروح تلعب لها جيمين روبلوكس، وفي خلال ما هما بيتكلموا بيظهر ظل قدام الشباك، يعني عفريت منطقي، ظل بني ادم عفريت معروف. عفريت ايه بس يا حبيبتي؟ انا مش اختك الكبيره؟ مفيش حاجه اسمها عفاريت. تقوم بقى العفريت في منت الا منت ترد عليهم بانهم يولعوا لهم في الطرق، وكلهم بيقفوا حوالين النار وبيقعدوا يفكروا بقى ليه كل ده. احنا دافعين فاتوره الغاز، مين اللي عمل حاجه زي كده؟ بدل ما يطفوا النار بعيدا عن غبائهم اللي بيحصل ده. بس انا عاوز امنشن ان الفيلم ده ملوش علاقه بالعفاريت، الفيلم ده فيلم سفاحين وقتله وبتاع. ليه النار بتعلى وليه بيتولع في الطرق الله اعلم. المهم ان هم بياخدوا اول خطوه ايجابيه وبيحاولوا يخرجوا من المكان، وبينزلوا يدوروا عربياتهم وبيلاقوا ان ما فيهاش بنزين، لحد ما الفتى اللعوب يدخل جوه يدور على حاجه مش عارف ايه اهميتها في حياته، بس هو المخرج عاوزه يبقى لوحده عشان السفاح يدخل يستفرد بيه، ويدخل بقى عليه السفاح ويقف قدامه. انت مين؟ وعايز مني ايه؟ انت مين؟
ما تجري يا ابني، يعني انت قدامك راجل ابيض وعينه سودا، هيكون مين يعني؟ محصل غاز، الشباك مفتوح وراه ممكن ينط منه عادي. هو ده حرفيا اللي بيتقال له تموت ولا تنط من الشباك بيموت على طول. بعدين بيديله واحده في رقبته يخلص عليه، يدخلوا كلهم يتصدموا. زائد ان البنت دي بتكون داخله مخضوضه من قبل ما تشوف اي حاجه، يبتدوا بقى يشوفوا ان ياسر قد كلمته وقال هيقتله فقتله فعلا. الراجل وعد واوفى وخلصهم من الزاني ده. في خلال ما كل ده بيحصل استاذ لطفي لبيب قاعد مع عاليه تحت بيفهم هو ليه عنده مشاكل ضعف الشخصيه، وبينتهي النقاش ان هو بيقتلها. الشباب طبعا بدل ما يروحوا بيتهم جري هما بيبتدوا يسالوا ليه بيحصل كل ده. انا نفسي افهم هما اغبياء يعني، هما ليه كل شويه يقفوا في مكان، هو ليه ده بيحصل؟ المهم ان هم بيكملوا في المكان عادي بدل ما يروحوا البيت. وبرده كل ما يجي لهم فرصه ان هم يتفرقوا بيستغلوا ابوها، يعني مثلا واحده بتجري قدامهم في المكان بيطلعوا يجروا وراها زي اي كلب بلدي في الشارع لحد ما كلهم بيتوهوا من بعض، عشان زي ما قلت لكم على قد ما يقدروا يتفرقوا من بعض وكل واحد يبقى لوحده، عشان طبعا الوحش يستفرد بيهم واحد واحد. والشاب ده بيتخبط خبطه غريبه الصراحه. طبعا دي بتفضل لوحدها فالسفاح بيدخل عليها، وهي برده بدل ما بتخرج بتكرر نفس الغلطه بتاعت الغبي اللي قبلها. هي متخيله في دماغها كده ان هو اول ما السفاح هيسمع الكلمتين دول هيقول لها ايه؟ انا اسف معلش ازعجتك، السلام عليكم. بجد يا جدعان سكيلز الهروب بتاعتهم زي اي واحد فوق ال 80 سنه، يعني كل ما السفاح بيقرب من حد منهم بيكسلوا يجروا، ولا انا مش هم اغبياء، ولا حتى لما بيلاقوا اي جثه في المكان بيقعدوا يسالوا ايه ده، عاوزين اجابه للكلام ده. حرفيا الفضول هيقتلهم. انا بصراحه مش عارف هم بيعملوا ايه تحت في البدروم، ما تسالنيش. وليه برضو خايفين من الحاجات المطربه؟ معرفش، اعتقد البنات عندهم تروما من اي حاجه المفروض تتنضف، كل البنات اللي في الكوكب كده. المهم ان البنت طلعت بفكره عبقريه تستحق عليها جايزه نوبل، وهي انها تكلم النجده، بس للاسف مش بتلاقي شبكه، مع ان قبلها بكام ثانيه بيبان فشخ ان الموبايل فيه شبكه وتخليها تكلم اي واحد، ان شاء الله لو في انتركتيكا، انا مش عارف اسمها ايه قاره التلج دي. طبعا هي لوحدها، يقوم مين داخل عليها؟ معلم السفاح. السفاح بس تلاقي الشخص لوحده بتستفرد بيه، معرفش ان الموت في الكتر سطر، فخلاص السفاح بيكون داخل عليها وبتمشى بالراحه. انا مش فاهم ليه يعني ما يدخل يقتلها على طول، بس هو لازم يتمشى بالراحه عشان السسبنس، لحد ما بيجي الفراش يديله واحده من ظهره ينامه في الارض، وبعدها بيقعد يغمز لها يعني. بدل ما يكسر دماغه، بدل ما يفعصه، لا هو بيقعد يغمز لها يستعرض بقى مهاراته، لحد ما السفاح يقوم ويديله واحده في رجله. اول ما اصحابها بيرجعوا بيلاقوا الفراش فبيكتفوه عشان يعترف ان هو ان هو اللي قتلها او ان هو السفاح، وهو مكتفينه كده وبيتكلم بالراحه بيقعد اللي بيقتلكم يا كده بقى يا اما في حد انا شاكك فيه. مين هو؟ ما تلطف انت اتخرست ولا ايه؟ ما بيلحقش يكمل الجمله، يعني تحسهم بيموتوا في فورتنايت، مش حد بيموت بالسرعه دي. وبيبدا بقى الفضول ياخدهم ان هم يشكوا في بعض، مع ان هم كانوا واقفين في نفس الوقت اللي السفاح اتقتل فيه. لو في حد بيقتلكم في المكان اكيد مش منكم، يعني اللي انتوا واقفين مع بعض وفي واحد اتقتل. وبيدخلوا برضه المكان تاني لحد اما السفاح بيجي وبيكون ناسي الشرف بتاعه عشان يتقتل من ضربه واحده على دماغه، وحرفيا الراجل ضربه بايده عشان الحديد ده ما تعوروش. يعني الضربه دي ما تموتش حد، دي فنون قتال دبليو دي مش حقيقه، ده تمثيل كده. بعد كده بيفتكروا حاجه مهمه بقى، مين اللي كان عمال يقتل فينا ده؟ وبيطلع صاحبهم البغل اللي كان نايم تحت المايه وبيمثل ان هو ميت. وبس كده بينتهي الفيلم ببلوت تويست عظيمه للسفاح. كل ده كان بيحلم ان هو بيقتل في اصحابه. اكتر نهايه منطقيه للفيلم بجد، وده بجد. اصل ما تقنعنيش ان اللي فات ده مش حلو. المهم ان هو بيفوق بيبتدي ينفذ الخطه على ارض الواقع، ولا اتمنى ان هي تكون محكمه اكتر من كده. انا متفاهم الفيلم ده، عامه فاهم المخرج كان عاوز يروح فين بالفيلم، بس خلينا منطقيين، يعني لازم الافلام دي تكون موجوده. هتقولي ليه؟ عشان اقدر اكمل السلسله دي. وبس كده، تجربه كويسه اتمنى تتكرر كتير في المستقبل، ونعمل فيديوهات اكتر واكتر من دي. اهم حاجه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.